السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرتك إذا كانت دي أول مرة بتشاهد القناة، يا ريت حضرتك تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل إشعارات جديدة لكل المنشورات اللي بننشرها أول بأول، وفضلا وليس أمرا تعمل لايك للفيديو علشان يوصل لكل المشاركين. على بركة الله نبدأ الفيديو. معانا النهاردة 8 فيديوهات 3 للثلاث اجوان بتوع المباراة، وخمس فيديوهات لنجوم برامج التوك شو الرياضية، على رأسهم أحمد حسام ميدو وسيف زاهر ومحمد فاروق ورضا عبد العال وإبراهيم فايق وعمرو أديب. وأنا مش عايز أطول الفيديو أكتر من كده، فأنا هسيبكم تتفرجوا ما بين الفيديو والفيديو فاصل 3 ثواني أو ثانيتين تقريبا. مشاهدة سعيدة ونرجع لبعض في آخر الفيديو. كهرباء 2005 و2006 بطولة شحات. الجول مبروك 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 للنادي الاهلي الصعود لربع النهائي من عنق الزجاجه ومباراه عنق الزجاجه، والفوز الكبير على الهلال السوداني 3-0 في حضور لا يقل عن 65,000 مشجع للنادي الاهلي. النهارده بيعزفوا ملحمه داخل استاد القاهره. دايما في ناس بتستغرب لما بنقول ان الجمهور هو اللعيب رقم واحد، والنهارده جمهور النادي الاهلي اثبت ان كرة القدم بلا جمهور ليس لها اي معنى. واتمنى ان الرسالة تكون وصلت، ان فرقنا بتتطور وبتتحسن في المستوى بوجود الجمهور. لا يمكن ابدا لعيب كورة او مدرب يقدر ان هو يبدع في مدرجات خاوية. لا يمكن ان هو يقدر يتطور، لا يمكن ان هو يقدر يتعلم يلعب تحت ضغط. اراهنكم ان لعيبه الهلال السوداني النهارده اول لما نزلوا الملعب اترعبوا، كانوا فاكرين ان سهل ان انت تلعب قدام 65,000، وبعضهم اول مره بل كلهم اول مره يلعبوا امام الاعداد الغفيره دي والجمهور والحضور الجماهيري بهذا الكم وبهذا العدد. مبروك للنادي الاهلي. الجميع داخل النادي الاهلي يستحق الاشاده انهم ما رموش الفوطه، انهم اتعاملوا بعقلانيه شديده جدا بعد هزيمه سان داونز. خلي بالكم رد الفعل بتاع الاداره في رايي كان نموذجي. ازاي ان انت تتعامل مع الخساره، ازاي ان يبقى فيه هدوء، ازاي ان يبقى حتى لو في قرارات ما تبقاش معلنه. الترتيب الجيد جاب لك التوفيق. اوعى حد وهو بيتفرج عليا يقول يا دول محظوظين شايفين الحظ ضيع ضربة جزاء في اخر دقيقة. ما هو ده توفيق. توفيق بيجي منين؟ لما بتشتغل صح، لما بتجتهد، لما ما ترميش الفوطة. الف مبروك للنادي الاهلي مرة تانية. صحيح الاهلي متعود ان هو يكون موجود في ربع النهائي، ولكن التأهل والصعود بالسيناريو ده يستحق ان احنا نقول الف مبروك. افتح كتاب افريقيا تلقاه جمهوره منور وياه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم بيوم جميل، بيوم رائع. كما توقعت بالامس، في وجود 50,000 ما تضيعش وقتك، في وجود جمهور الاهلي ما تضيعش وقتك، في وجود دعوات كل الملايين دي ما تضيعش وقتك، في وجود الضغط على لعيب الاهلي حتى لو البدايه غير موفقه ما تضيعش وقتك. الاهلي عارف طريقه، والاهلي عارف سكته، والاهلي بيحب الكاسات والكاسات بتحبه، والاهلي رايح لل11. واكتب يا تاريخ ونفكر بعض حتى لو مش في افضل حالاته الفنيه، مين يقدر على الاهلي؟ الاهلي هو دايما بعبع افريقيا. الاهلي هو دايما اللي بيقعد افريقيا من المغرب في قلق. هو ده النادي الاهلي بتاريخه. البدايه ما كانتش موفقه، ولكن لما القرار كان قراره اخذ القرار على طول.
وعمل الطلعه ونزل نقله بجمهوره واللقطات اللي حصلت من عظمه جمهوره. في جمهور يروح الاستاد الساعه 4 الظهر، في جمهور يدعي من 5 ل 6، في جمهور يدعي من 5 ل 6. هقول لكم لقطه ارجع لي بس الاول قبل صوره الجمهور. هقول لكم لقطه عمري في تاريخ حياتي ما هنساها. خلصت امبارح الحلقه الساعه 2:30 الصبح، ورحت انا ساكن في التجمع الخامس، فوانا رايح كنت معدي على حد في مصر الجديده في شارع صلاح سالم، يعني صديق ليا وكان مصمم ان انا اعدي عليه في مطعم كده، فرحت قلت اروح 10 دقايق واروح. لقيت شباب كتير قاعده لابسه تيشيرت النادي الاهلي. يا جماعه هو هنبتدي من دلوقتي الاحتفال من دلوقتي؟ المهم اتصورنا مع بعض وقعدنا اتكلمنا وبتاع. الشباب منين؟ الشباب من اسوان، الشباب من الاقصر، مجموعه 7 8 9 10. طب انتوا جايين ايه؟ هتتسحروا بايتين فين وبتاع؟ لا احنا لسه واصلين، هنتسحر ونقعد وبتاع وكده وهنشوف هنعمل ايه. هنعمل ايه يعني ايه؟ مفيش بيات في حته؟ مفيش بيات يا كابتن، بكره ماتش الاهلي. انتوا رايحين الاستاد امتى؟ بدري ان شاء الله. هم مش عارفين يا عيني الاستاد هيفتح كام. من ساعه ما يفتح الاستاد احنا جوه. جايين من اسوان والاقصر عشان النادي الاهلي، مش هيطلعوا في الكاميرا، محدش هيقول ان هم نجوم الشباك، مش هيجيبوا اهداف. الناس دي 24 ساعه تشجيع. سجل يا تاريخ، خلي الناس تسقف، خلي الناس تعرف يعني ايه النهارده وانت بتحب الاهلي. جايين له منين وجايين بقطر منين لمده كام ساعه وقاعدين بيتسحروا وهيطبقوا ورايحين الاستاد الصبح وهيفضلوا يشجعوا لحد ما المباراه تبتدي 9 بالليل، ويفضلوا يشجعوا للساعه 11 بالليل، وياخدوا قطر الساعه 1 ويرجعوا تاني. 3 ايام في حب النادي الاهلي. تقول لي جمهور؟ تقول لي اي فريق بره؟ تقول لي النادي الاهلي كابتن طبعا فرحه مصر في كره القدم الحقيقه من خلال تواجده دائما في دوري ابطال وحصوله على البطوله دي اكتر فريق في قاره افريقيا، وبالتالي كان هيبقى صعب البطوله تكمل من غير وجود النادي الاهلي في المراحل القادمه. مبروك يا كابتن، اخد رايك في المباراه من وجهه نظرك. طيب الاول طبعا مبروك لجماهير مصر وخاصه جماهير النادي الاهلي. مبروك عوده الجماهير بعد المنظر الحضاري اللي احنا شفناه النهارده في الاستاد. ايه المانع بقى؟ 50,000 متفرج وخرجوا زي الفل ودخلوا زي الفل وحاجه، وهم السبب الرئيسي في فوز النادي الاهلي النهارده. خلي بالك النادي الاهلي من أسوأ ماتشات عملها، ولولا الجماهير هي اللي كل شويه تشجع وتصحصح اللعيبه ما كنتش وصلت لل3 أهداف. فانا بقول الاهم كمان من المباراه طبعا بنقول هارد لك طبعا للفريق الشقيق الهلال السوداني، عملتوا اللي عليكم، بس ما تلوموش الا نفسيكم. انتوا السبب في اللي حصل لكم النهارده، لان انت جاي تقف قدام القطر، انت كانت الفرصه عندك في ملعبك، انت فرطت فيها، فانت دلوقتي جاي وعندك فرصتين والنادي الاهلي عنده فرصه واحده. فانت مش هتقدر تقف قدام النادي الاهلي بجماهيره استاد القاهره يا كابتن، استاد القاهره المرعب بالجماهير دي اللي موجوده فيه. وغير كده الحافز بقى، انت رجعت لي الامل. انا ضربه الجزاء ضاعت، انت خلاص اديتني ايحاء تاني. بص، هو النادي الاهلي كده بنسبه 95% ياخد البطوله لو ما قابلت صن داونز. يبقى سهل اي فرقه هيقابلها هيكسبها بعد اللي حصل. ولو صن داونز يا كابتن؟ لا صدقني، بص صدقني مش هنضحك على بعض. الاستعداد للماتش التاني ما كانش يعني، انا بقول لك اهو انت شخصيا بعضمه لسانك قلت اهدى بس الراجل كان رايح يكسب لو كان اتعامل بشكل انا بقول لك لا طبعا، ما انت برضه هتخسر بس مش 5. انت كنت هتخسر. لا انا بقول لك لا، كان في اخطاء يا كابتن. لا يا كابتن رضا، في اخطاء دفاعيه موجوده في النادي الاهلي. اسمعني بس، ما كان هيكسب هنا لولا برضه ان هو الراجل ما تعاملش مع موقف. قلت لك من غير صن داونز الاهلي كام في المية؟ 95%. صح؟ تمام. صن داونز هيبقى انت بالظبط 15% وهم 85%. ليه؟ لان كعبه عالي عليك خلاص، مش هتقدر تغيرها. دي وجهه نظرك. ليه؟ انا بقول لك دلوقتي مع كل الاحترام بقى لكل الفرق اللي موجوده في دوري الابطال، اي فرقه النادي الاهلي هيلاعبها حلوه وحشه قويه مش قويه، الاهلي هيعديها. تمام. الا صن داونز. دي وجهه نظري. واخد بال حضرتك؟ تمام. دي حاجه. تاني حاجه، خلينا يا سيدي الناس
مقامات، ومن عرف مقامه في الهنا بات. ومقام الاهلي كبير، كبير قوي، وتبقى مشكله كبيره لو ما بتقراش التاريخ، وتبقى مشكله اكبر لو ما تعرفش شخصيه الاهلي. وما عنديش مشكله ان انت ما تكونش تعرف كل ده، بس يعني كتب التاريخ ما هياش بعيده. الاهلي يا ساده قلناها مرارا وتكرارا هو بابا الشغلانه. الشغل رايق والمزاج رايق، وقدر الاهلي ومقامه من تاريخه ومن جمهوره. ويبقى عندك مشكله لو مش عارف انه الاهلي ب15 نهائي وصل اليهم في دوري ابطال افريقيا انه بابا الشغلانه. وده مش مجرد لقب، انا ما بقولكش حاجه كده يعني طق يعني حنك، انا بقول لك حاجه حقيقيه. الاهلي 15 نهائي، وصل الى 15 نهائي في دوري ابطال افريقيا. الاهلي سيد افريقيا بلا منازع بعدد بطولات 10. بتعرف تعد ولا عندك مشكله في العد؟ 10. ده مقام الاهلي وده قدره في افريقيا، اللي بالمناسبه وده اللي عودنا عليه الاهلي ملوش في الكلام الكتير، الاهلي ملوش في المهاترات، الاهلي له في الرد في الملعب وجوه الملعب. عشان كده كنت حريص طول الفتره اللي فاتت من ساعه ما اتحددت المواجهه دي امام الهلال واقول كلمه واحده بس: ركز في الملعب عشان تاخد حقك. لان انا الحقيقه كنت مستني المباراه دي، مستنيها بفارغ الصبر، وكنت مستني المكسب ده، وتوقعته بالامس انه يكون 3-0. ورجاله الاهلي النهارده كانوا على قدر المسؤوليه. تبقى عندك مشكله لو انت مش شايف تاريخ الاهلي بال15 مره اللي وصل فيهم الى النهائي، عندك مشكله كبيره، ومش واخد بالك من عدد ال10 بطولات اللي فاز بيهم. تقديري واحترامي في مقابل اخر مره وصل فيها الهلال السوداني الى نهائي هذه البطوله بالنسخه القديمه كان سنه 92 الى النهائي، ولم يفز بالبطوله مرتين في حياته، 87 و92. ده تاريخ ما بيتزيفش، ده تاريخ يا اخوانا عشان نبقى عارفين احنا بنتكلم عن مين. احنا بنتكلم عن الاهلي. الاهلي النهارده اللي فاز ب3 أهداف مع الرأفة ومع الرحمة، وكان بإمكانه زيادة الغلة التهديفية إلى أكثر من ذلك وبكثير. واللي احنا شفناه ده الطبيعي، هو اللي احنا بنشوفه نسر الأهلي دايما رقبته فوق في السماء عالية. والحقيقة مش هكذب عليك، حالة الاستنفار دي أنا كنت مبسوط إنه في استنفار وفي نوع من أنواع الاستفزاز. فكان كلامي طول الوقت موجه إنه حولها للرد في الملعب، حولها لطاقة جوه الملعب. والنهارده لعيبة الأهلي كانوا رجالة. وهيجي كلامنا عن الجمهور، أكيد هيجي كلامنا عن الجمهور، إنما هي تحية خاصة إلى الأهلي وما قدمه في اليوم. الأهلي علم على أي حد سادة وقت الجد اوعى تنسى مقامك، فأنت في حضرة الأهلي بابا الشغلانة. فاكرين انا قلت لكم هتجيبوا التاني والتالت، وادي حسين الشحات بيعمل كوره بقاله زمن ما عملهاش، يعني جايب جون فليتو، جون موز موز موز، يعني بقالنا مده ما شفناش التمويهه والترقيصه والركنه. الراجل نزل 10 دقايق جاب جونين. حسين الشحات يتألق، وكده الاهلي يصعد. كده مبروك ايا كان اللي هيحصل في الكام دقيقه اللي جايين، ده لو الاهلي ما جابش الرابع كمان. انما انا قلت لكم هيجيب الثاني والثالث. خليكم فاكرين الحمد لله ان احنا على الهوا مش تسجيل. ما هو لو تسجيل كان قال لك كان عارف كان مش عارف ايه. لا اهو الساعه دلوقتي كام؟ 11 الا تلت. وانا قايل لكم من اول ما دخلنا الهوا قلت لكم الاهلي هيجيب الثاني والثالث وان شاء الله يجيب الرابع. استحق بقى الحلاوه ولا ما استحقش؟ مبروك للنادي الاهلي. ومره تانية شكرا للجمهور المصري، وارجو ان شاء الله يا ابني اوعى يا ابني بلاش كده
يا بابا بلاش، يا بابا بلاش. مش كده، مش كده خالص. فيعني ان شاء الله الجمهور ده زي ما دخل بسلام وامان يخرج بسلام وامان. وهو المفروض ما تبقاش بدعه، هو المفروض ما تبقاش نكته، هي المفروض ما تبقاش شيء نشكر عليه حد. انت داخل ماتش زي ما العالم كله، يعني زي ما شفنا النهارده مانشستر سيتي قدام ليفربول، الاستاد ما فيهوش كرسي فاضي، الناس دخلت. يعني حصل شويه مناوشات كده في الاخر مع كلوب، انما يعني وليفربول اتغلب هزيمه صعبه جدا. انما at the end of the day خلاص حاجه جميله، حاجه كويسه. مبروك بجد من قلبي للنادي الاهلي. ويا ريت بقى خلاص ارفعوا يا جماعه الحواجز عن الجمهور، رجعوا الجمهور تاني، رجعوا الجمهور يغرد لكل الفرق، لكل الناس. يكون في العالم كله لعيبه دخلت الكوره وخرجت من الكوره ما شافتش جمهور في الملعب. يعني في دوله في العالم عندها حاجه زي كده؟ مفيش طبعا. يعني هل ممكن تكون ابتديت حياتك الكرويه واعتزلت دون ان تشهد فكره انه الملعب فيه جمهور؟ خلاص بقى ان شاء الله يعني تبتدي بقى الجهات الرسميه. وعلى فكره بنشكر الناس اللي عامله مجهود عشان الكلام ده يجري. يعني طبعا الكلام ده ما بيجراش ببساطه، يعني في امن شغال، في تنظيم شغال، في اداره النادي الاهلي، في حاجات كتير جدا. فان شاء الله يعني يكون فتحه خير، وبعد كده بقى يبقى الماتشات كلها بجمهور، والجمهور ده يجيب ايراد، الجمهور ده يجيب حماس، يجيب لعب وكل حاجه. مبروك للنادي الاهلي 3-0. خليكم فاكرين انا قلت لكم هتجيبوا الثاني والثالث. طيب حالة فرح، ويعني تحس ان هو الاهلي النهارده استطلع الهلال يعني جاب الهلال، جاب العيد زي ما بيقولوا في الخليج. زي ما حضراتكم شايفين الجماهير في شوارع مصر وامام استاد القاهرة الدولي، وسعادة غامرة، سعادة كبيرة وفرحة غير طبيعية. الف مبروك النادي الاهلي. وعندنا طبعا مراسلين موجودين هناك لكن مش عارفين يتحركوا من كتر الزحمه. وزي ما بقول لكم ايه المشكله؟ يعني يدخل 70,000 60,000 الاستاد وبعدين يخرجوا عادي امنين مطمئنين، ياخدوا المواصلات بتاعتهم، يركبوا مترو الانفاق، يسلكوا الطرق والكباري الى بيوتهم ويتسحروا ان شاء الله مبسوطين بعد ما فطروا في الاستاد. اكبر فطار جماعي زي ما بقول لحضراتكم، واجوان جميله. الجون الاول عالمي. انا رايي انه محمود كهربا جاب جون من بتوع محمود الخطيب. يعني هذا محمود وهذا محمود. فمحمود الخطيب يعني كان بيعمل الكور دي اللي هو يوقفها على وش رجله ويعمل الكنترول ويحط في المقص. الكوره بتاعت حسين الشحات اللمه والترقيصه والركنه في الجون حاجه جميله جدا، شيء عظيم. وزي ما بقول لحضراتكم ادي الاستاد وادي الجماهير، حاله سعيده جدا. والمراسلين بتوعنا يا دوبك بيتحركوا مش عارفين يتكلموا اهو، لا مش قادر من الصوت العالي وعشرات الجماهير مش قادرين يقولوا اي حاجه. انما الصوره ب1000 كلمه، بمليون كلمه، ب70 60 مليون كلمه. مبروك للنادي الاهلي. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. وغدا حضرتك اخيرا حضرتك ما كنتش اشتركت بالقناه تشترك بالقناه، وحضرتك تفعل الجرس على الكل عشان يوصلك كل اشعاراتنا، وفضلا وليس امرا تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لكل المشتركين. وشكرا. رمضان كريم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.